بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدأ الصراع من جديد، الأهلي وشباب بلوزداد أو شباب بلوزداد والنادي الأهلي. كنا متوقعين إن احنا هنشوف مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، ولكن الفرقتين ما جوش النهارده. مباراة مملة، وكان نفسنا ان النادي الاهلي النهارده يعوضنا عن اللي حصل في بطولة افريقيا من منتخب مصر. وبصراحة الواحد الفترة اللي فاتت دي انا ما طلعتش عشان كان محبط وكان زعلان، وكنت متضايق مش من حال الكرة المصرية، كنت متضايق من اللي ماسكين الكرة المصرية اللي هم وصلونا لكده. انما احنا لو كان عندنا شوية ضمير ب5 جنيه والله كنا لعبنا نهائي، مش هقول لك ناخدها بس كنا لعبنا نهائي. فقلنا النهارده يعني انا من الصبح بقول ان النادي الاهلي النهارده هيعوضنا وهيرجع البسمه تاني والفرحه تاني والثقه تاني والاداء والمكسب والمنافسه، وان هو يكسب النهارده يعدي ويبقى خلاص كده ملوش دعوه باللي تحت خالص، والدنيا كانت هتبقى زي الفل. ولكن كولر بصراحه صدمنا النهارده، بيلعب بطريقه انت بتدافع ليه؟ انت ما بتلعبش صن داونز ولا بتلعب ريال مدريد ولا بتدافع في وسط الملعب وما بتهاجمش. وبعدين حسين الشحات انت شايفه من الاول مش في حالته، ولا موديست ده اللي انت مقتنع فيه، والناس تقول لك موديست رجع تاني، موديست جاب جون في سموحه، لا ده جونين، لا 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 اوعى القطر يا عم الحاج. ده طلع اقسم بجلاله الله عربيه منتهيه الصلاحيه. عارف انت العربيه النقل اللي هي بتاعت زمان دي، اللي هي كانت يعني ما بتعملش حاجه غير ان تقع في الترعه، هي موديست. وبعد كده كمان الناحيه التانيه كان طاهر محمد طاهر، حدث ولا حرج ولا بصح. نص الملعب طبعا كله بيجري ورا الكوره. حسينا بالمباراه بس لما قفشه نزل بجد. لو انت كنت عايز تكسب يا كولر كنت لازم من بدايه الشوط الثاني، وانت شايف فرقه اقسم بالله ما بتخوف. يعني شباب بلوزداد ده فرقه عاديه جدا والله العظيم. سيراميكا كليوباترا وفيوتشر اقوى منهم، والله اقوى منهم، وبيلعبوا كره عنهم، وكانوا عاملين خطوره عليك اكتر من الفرقه بتاعت النهارده. انت اللي كنت بتديهم الكره عشان يعملوا عليك الخطوره. ولكن شوط ممل الشوط الاولاني، مفيش هجمه هنا، مفيش هجمه هنا، مفيش فرصه هنا، مفيش فرصه هنا، واحنا قاعدين مكبوتين وعايزين نخرج من الكبت ده بعد البطوله الافريقيه اللي فاتت بسبب منتخب مصر وفيتوريا واتحاد الكره. ولكن كولر يصدمنا النهارده، يصدمنا صدمه. ايه ده النادي الاهلي يا جدعان، ده النادي الاهلي. طب انت اول ازاي؟ يعني اول ازاي؟ يعني اول بالصدفه يعني ولا ايه؟ انت شفت ماشي يا عم الشوط الاولاني انت الجماهير وجس النبض ولازم تمتص حماس اللعيبه وحماس الجماهير والكلام ده. طب الشوط الثاني انت فين؟ والله العظيم لو عملت التغييرات دي من اول الشوط الثاني والله تكسب، وتكسب مستريح. يعني شويه بتوع قفشه اللي هو لعبهم دولت، لا قفشه معلم، قفشه لعيب كبير. ما تقوليش بقى لا فلان ولا علان ولا الهكس ولا التعجيز ولا اللي عمالين يترسموا في الملعب ويقعوا كل شويه وايه. انسوا بقى الكلام ده، خليك في الايجابيه، خليك في الراجل اللي هو بيوديك للجون. ده عمل واحده لكريم فؤاد حطها، لو حطها بين التلات خشبات جون، ونازل كام دقيقه؟ نازل في الدقيقه 79 يا جدعان. انت كنت نايم يا جد كولر ولا ايه؟ يعني عندك لعيب زي قفشه ده وانت شايف فرقه اصلا ماسكه عليك كوره، وهم والله العظيم فرقه عاديه واقل من العاديه، وانت خايف ليه؟ انت مرعوب ليه؟ يعني انت النهارده فرصتك تكسب وتريح الدنيا. الماتشين اللي جايين ما لهمش، انا من وجهه نظري بونت واحد، ولا بتكسب ماتش خلاص الدنيا انت اول وانت حاطط رجل على رجل. بس ماتش النهارده ده كان هو يعني النجاة، ان انت تعدي وتريح دماغك وخلاص بقى، وتفكر بعد كده بقى مش في افريقيا. يعني الماتشين اللي جايين في افريقيا ما تفكرش فيهم قد ما تفكر بقى في الدوري وكاس مصر اللي جاي تركز شويه في الحاجات اللي بره. انما كده انت لسه برضو تحت ضغط. ما خسرتش بس لا لازم تكسب، لان مش هي الفرقه البعبع، مش هي الفرقه اللي هي تخوف، واخد بالك؟ فعلى العموم
يعني عايز اقول له مش انا اللي بقول له، ده مصر كلها قالت له تغييرات ليه في الدقيقه 79 75 يا عم؟ ما عملتش ليه من الاول؟ لو انت عايز تكسب انت مش راح تكسب، انت لو راح تكسب والله العظيم هتكسب، وهتكسب مكسب كويس ومستريح، وهتعمل ماتش عالمي، لان الاجواء كويسه، الملعب زي ما انت بتلعب هنا بتغرقه هم مغرقينه، الجو حلو، الاضاءه حلو، يعني ما فيش حاجه مثلا تعوقك ان انت الحكم زي الفل، واخد بالك؟ ما فيش حاجه تعوقك مثلا عشان نقول الماتش اللي جاي بقى هو اللي صعب، خلي بالك، يعني الماتش اللي جاي ده بتاع ميدياما ده صعب جدا عن ماتش النهارده، وده بقى هتلاقي الجو، وهتلاقي ممكن تحكيم، وهتلاقي التحامات قويه جدا، لان اللعب الافريقي دلوقتي بيعتمد على الالتحامات القويه واللياقه البدنيه، فممكن يتعبوك سواء من الجو او، وهم فرق الكره حلو على فكره مش وحش. فالخوف من الماتش اللي جاي ما كانش ماتش النهارده، عشان كده كنت بقول لك ايه، خلص النهارده والماتشين اللي جايين هات 3 بونت من ميدياما ومن افريكا سبور. ولكن انت حطيت نفسك في مأزق، لسه الامور يعني الفرقه بتاعت النهارده ليها 5 وانت 6، وفي فرقه ليها 5 اللي هي افريقيا يانج ديت ليها، يانج افريكانز ده ليها برضو 5 بونت، وعندك 4 بونت ميدياما، يعني لسه الصراع يعني الماتش اللي جاي ده بين الفرقتين التانيين اللي هيكسب ممكن يعديك، لان 4 و5 يعني فرقه عندها 5 بونت وفرقه عندها 4 بونت، واللي يكسب ممكن يعديك، انت عندك 6 بونت، ولو لا قدر الله حصل حاجه في ماتش ميدياما انت حطيت نفسك في المأزق الصعب ده. فعلى العموم ربنا يكرم وربنا يوفق، وانا بقول لو انت لعبت بطريقه هجوميه النهارده كنت كسبت باقل مجهود. لعيبه في الملعب مش شايفه وبتخليها 75 دقيقه 75 دقيقه، انا ما اعرفش انت يعني قاعد ازاي على الدكه وشايف ان انت مالكش اي انيابه على الجون طول 75 دقيقه، مش عارف يعني، ولا شوط على الجون ولا كروس اتحط الجت، ده هم جابوا واحده في العارضه اللي هي الفاول، وواحده جنب العارضه، يعني كانوا ممكن يكسبوك كمان. على العموم ربنا يوفق، وان شاء الله تستفيد من ماتش النهارده استفاده قويه، والماتش اللي جاي صعب، انا بقول الماتش اللي جاي اصعب من ماتش النهارده، لان ميدياما دي ملهاش فرصه غير ان تكسب الاهلي عشان تكسب بعد كده وتضمن ان هي تخش، فلو كسبت النادي الاهلي الماتش اللي جاي انت دخلت في حسبة بيرما يا ريس. ماشي يا ريس. على العموم يعني هنقول ربنا يوفق النادي الاهلي في الماتش اللي جاي، وان يصعد، عشان مش عايزين كارثه تاني للكره المصريه، كفايه كوارث. ولو النادي الاهلي بجد بقى، لو النادي الاهلي خرج من البطوله دي لا قدر الله، يبقى بتأجل لك ليه؟ يعني بيتأجل لك ماتشات ليه ومدين لك الصلاحيه ولا ومساندينك وكل حاجه؟ يبقى انت عايز ايه تاني؟ مفيش فرقه في العالم بيتعمل اللي بيتعمل لك يا اهلي، مالكش حجه. الحجه ان انت لازم الماتش اللي جاي تكسب وتعدي عشان تريحنا وتريح جماهيرك وتلعب على البطوله، لان احنا مش ناقصين كوارث، كفايه المنتخب علينا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان على الابواب، والشعب المصري كله بخير، ومصر بخير، وان شاء الله باذن الله نعيش في امان وسلام، وتحيا مصر.